هل انا وانا بتكلم ماليش مرجعيه؟ لا، انا ليا مرجعيه، ومش مرجعيه اللي هي الجمعيه. انا طول عمري مرجعيتي مش مرجعيه جماعيه، ما بشوفش الناس بتعمل ايه فبعمل زيهم، والا لو بفكر كده كنت بقيت زي كل الناس اللي بتذاكر من نفس الكتاب وخرجت من نفس المعلومه ومشيت في نفس السكه. بس كنت دايما اشوف اللي حواليا بيعملوا ايه، اشوف ده صح ولا غلط، هل البيوت النهارده في العالم العربي مستقيمه ولا لا؟ بص يا حبيبي، انا اصلا اللي بقدمه من اول ما طلعت عشان ربنا. خلاص، زي ما قلت لك كده، انا ربنا بصرني وعلمني حاجات من حق الناس تستفاد من اللي انا بقوله. يعني من حق الناس تستفاد من اللي انا بقوله عشان خاطر يبقى انا اديت الامانه اللي عليا. دي امانه، انت فاهم قصدي؟ الست هتيجي يوم القيامه تقول، هتحاجج زوجها وتقول له ان انت ما ارشدتنيش وما هديتنيش للسكه الصح. في تيار ماشي اسمه فيمينست، والست زي الراجل، لا الكلام ده مش صح اصلا. يعني الست مش زي الراجل اصلا، دي ما تحطهاش في دماغك يعني، ودي مش هغير رايي فيها برضو. النبي صلى الله عليه وسلم في اخر خطبه ليه في حجه الوداع اوصى بالقوارير، وقال لقد استحللتم فروجهن بميثاق الله. فانت بيوصيك على القوارير عشان هي في ذمتك وفي كنفك، في ذمتك وفي كنفك، فبالتالي هي ليها عليك حقوق الرعايه والاهتمام، وان انت تخلي بالك منها وهي في ذمتك. فانت وجودك في حياتها والظهر والسند والاخ والقوامه عليها. يعني انت قائم على اعمالها، امال هي متجوزاك ليه؟ او يعني تفهم من كلامي ان انا بهاجم الستات اطلاقا. انا بالعكس، انا عايز العلاقه بين الراجل والست ترجع علاقه طبيعيه. عشان سيبك من اغلب اهل النار النساء. الست هتيجي يوم القيامه تقول، هتحاجج زوجها وتقول له ان انت ما ارشدتنيش وما هديتنيش للسكه الصح وما وعدتنيش. ما خلي بالك انت ساعه الحساب كل واحد هيرمي على اللي جنبه، فهتقول لك يا رب ده ما قاليش، ده ما وصليش. بس انا مش زعلان من الستات، انا عايز، انا بالعكس، انا في صف كل ست تقف في ظهر جوزها وتقويه على متاعب الحياه. انا كل اللي عايزه العلاقه تبقى علاقه سويه. وبعدين انا ما بحسبش العلاقه ناجحه ولا مش ناجحه بطول مده الجواز. يعني محدش يقول لك احنا عشنا مع بعض 30 سنه، ما هو 30 سنه زفت. لكن انا ولا بنسبه الطلاق في المجتمعات. يعني نسبه الطلاق في المجتمعات ما تحسبش بيها كفاءه الزواج او كفاءه الاستقرار. تمام؟ ما فيهاش القصه دي. لكن المقصود اللي من كلامي ان العلاقه يا تبقى سويه وتمشي سويه، يا اما تتقطع خالص. انت فاهم قصدي؟ يعني العلاقه يا تمشي سويه والراجل والست يبقى كل واحد فيهم عارف هو دوره ايه، يا اما ما تبقاش في علاقه اصلا. لكن احنا هنستمر مع بعض عشان هي ماسكاك بورقه قايمه، او انت ضاغط عليها عشان انت راجل حمش، والست ما تتجوزش غيرك، ولو اتطلقت منك ما تتجوزش غيرك، وانا اللي تتطلق مني ما حدش يتجوزها غيري. الكلام ده كلام فارغ. بالعكس، يعني احنا لينا في ديننا حلول كتير للقصه. يعني حلول كتيره جدا في القصه. ما تبقاش علاقه فيها بوز ولا فيها كهرباء زياده. يعني وبعدين خلي بالك، لو انا وجودي وكلامي مؤثر، ما خلي بالك انا عقبال ما ظهرت والكلام بتاعي وصل للناس، كان في تيار ماشي اسمه فيمينست، والست زي الراجل، لا الكلام ده مش صح اصلا. يعني الست مش زي الراجل اصلا، دي ما تحطهاش في دماغك يعني، ودي مش هغير رايي فيها برضو. النبي صلى الله عليه وسلم في اخر خطبه ليه في حجه الوداع اوصى بالقوارير، وقال لقد استحللتم فروجهن بميثاق الله.
فانت بيوصيك على القوارير عشان هي في ذمتك وفي كنفك، في ذمتك وفي كنفك، فبالتالي هي ليها عليك حقوق الرعايه والاهتمام وان انت تخلي بالك منها، وهي في ذمتك. فانت وجودك في حياتها والظهر والسند والاخ والقوامه. والقوامه معناها اللي هم قعدوا بقى راحوا بيها في حته بعيده قوي، ماشي؟ يعني الحته البعيده قوي بتاعت القوامه. يعني ايه قيم على الست والقوامه تيجي بالصرف لا، الكلام ده مش كده. قوامين لله، ما هو في ايه بتقول كونوا قوامين لله. قوام لله يعني انت يعني قامه، فهو قائم، والمبالغه بتاعتها قوام. فانت قائم على الست، قوامون عليهن، مش قوامون يعني انت القوامه قائم عليها، يعني انت قائم على اعمالها. امال هي متجوزاك ليه؟ تمام؟ يعني وهي قبل ما انت تكون قوام كان ابوها هو القوام عليها، هو اللي بياكلها وبيشربها وبيخلي باله منها وبيراعيها، وهو سندها وظهرها. فدي القوامه، ماشي؟ دي القوامه. يعني ايه؟ يعني ايه دي القوامه بقى؟ انت بقى واخد القوامه في حته تانية خالص. لو هي اللي صرفت ما بقاش انا قائم عليها ازاي؟ يعني هي لو هي اغنى مني وانا جوزها ما بقاش قائم عليها؟ انت كده فهمت القوامه؟ يعني انت كده فهمت القوامه؟ لا، ده ما فيهاش كده، ما فيهاش القصه دي خالص. ما انا ممكن اتجوز واحده هي اغنى مني في الفلوس بس انا ابقى قائم عليها برضو. ما هو ده هو افهم القوامه بقى. مش الناس هي تزرع في دماغها الكلام وتقول لي اصل هم اصحاب. لا، هو مفيش حاجه اسمها متدين، هو صاحب دين يا مش صاحب دين. من ترضون دينه، انت والدين حاجه واحده. صاحب القران، عشان كده القران بيجي شاهد لاصحابه، مش اللي هم اللي بيتلوه. صاحب القران ده انت صاحبك ده اللي انت بتحكي له ويحكي لك، اللي بتاخد رايه وهو بياخد رايك، فانتوا الاتنين بقيتوا صحاب. فصاحب الدين وصاحب القران ده حاجه واحده، سلوكه هو القران، ماشي؟ واللي بيفتيه القران واللي بيهديه القران، فهو ده صاحبه. فانت مفيش حاجه اسمها متدين. المتدين اللي هو المتفعل، اللي هو بياخد صفات عشان ياخد منها سمات، فيقول لك ده متدين بدقنه بقى، بالجلابيه القصيره، بسبيبه الصلاه اللي معموله هنا. لا، ده اسمه متدين بقى، ده واخد سمت صفه شكل كده. لكن الدين ده دين، وكلمه دين لا، قومون بما فضل الله بعضهم على بعض. هو كده الراجل مفضل على المراه، ماسكولاريتي وهيكل، وهو وجود الراجل في البيت في حد ذاته دي قوامه. صوته هيخلي الحرامي يخاف، هيخلي المعتدي يفكر 1000 مره. عشان كده اما كان في الخندق، غزوه الخندق، اما عرفوا ان في معسكر الستات ورا، فكانوا بيحاولوا يعني يخشوا عليه، ده باعتبار ان الست مش عارفه تدافع عن نفسها، الست مش قادره بدنيا، ده اللي انا بتكلم عليه، بدنيا. فدي القوامه، بدنيا هو يقدر، هي ما تقدرش. دي الست معروفه، هي ست ضعيفه مستضعفه، هي كائن ضعيف معروفه، مش محتاجه بقى مني ان انا افسرها، تمام؟ واحتياجها للراجل اعلى من احتياج الراجل للست، دي برضو معروفه. يعني معروف جدا ان احتياج الست للراجل اكتر من احتياج الراجل للست. هو مش محتاج حد يحميه، هي محتاجه حد يحميها. هو مش محتاج حد يرعى مصالحه، هيعرف يعمل لنفسه كل حاجه، هي مش هتعرف تعمل كل حاجه. هي محتاجه حد يعمل لها مشاورها وينزل يقضي لها حاجتها ويخلي باله من مالها، عشان ما تحتكش هي بمجتمع ذكوري طمعانين فيها اكتر ما هم عايزين يفيدوها. فوجود الراجل ده الفايده الاصليه بتاعته، فدي القوامه، ده اصل القوامه. فمحدش يقعد بقى ايه يفسرها لك، لو صرف يبقى قائم، لو ما صرفش يبقى خرنج.
مفيش الكلام ده. والا ما كانش في ستات بيبقى معاها فلوس وتبقى عايزه راجل يحميها في الاخر برضه. كانت كليوباترا قاعده على عرش مصر ودورت على راجل. فموضوع ان بقى راجل وست ما اتفقوش فاتطلقوا ده طبيعي اصلا، يعني ده طبيعي جدا، ما فيهاش كلام. وخلي بالك لازم تكون انت فاهم حاجه مهمه قوي في دماغك. الست الشكايه البكايه اللي هي دايما بتنعي مشاكلها، ده مش صح في حد ذاته. انت متجوزه ما عجبكيش حالك اتطلقي عادي خالص. انت حقك تتطلقي عادي، ما فيهاش كلام. وروي برضو ايام النبي صلى الله عليه وسلم ان كان في صحابي اسمه مغيث، وكان متجوز واحده اسمها بريره، وبعد كده حصل طلاق. مغيث ده كان بيمشي وراها في الطرقات في المدينه يعيط لحد ما لحيته تتبلل، ويقعد يعيط ويبكي ومش قادر على بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد معاه عمه العباس وقال له طب ما نصلح ما بينهم، لان خلي بالك وجود الزوجه في حياه الراجل في حد ذاته ده عشان تعينه على اداء مصلحته، ومصلحته الاصليه هي عباده الاله. يعني انت موجود وهتعيش، بقيت دكتور، بقيت رئيس مجلس اداره، بقيت رئيس جمهوريه، بقيت ملك الكون، انت ميت. فانت لازم تكون فاهم هدفك في الحياه ايه. هدفك في الحياه تعبد ربنا بقلب كله ربنا. فانت عايز حد يعينك، لان انت عندك احتياجات فسيولوجيه بقى. انت عندك حاجه دايما ناقصاك. يعني لما تيجي تراجع الهرم بتاع ماسلو، بعد ما بتحقق الامان في بقى الاكل والشرب. بعد الاكل والشرب ما بتوفيهم بيبقى في السكس بقى. ما هو السكس موجود، ما هو انت كائن حي زيك زي بقيه الكائنات. الدواب بتحتاج انها تتكاثر وتتناسل، وربنا خلق لك من وراء هذا التكاثر وهذا التناسل عيال. فمعنى كده وجود ست في حياتك عشان توفي بلوك، عشان تقدر تكمل. وهي نفس الكلام محتاجه البلوك ده يكمل عندها. قدره الراجل الجنسيه اضعاف الست. يعني الست توفيتها الجنسيه محدوده، الراجل لا، الراجل قدرته اعلى بكتير. يعني قبل الاسلام كان سليمان بيتجوز عليه السلام، متجوز 70 واحده حسب ما يقال. فكانت القصه مفتوحه، لان الراجل يستطيع ان يقوم بكذا وكذا وكذا، الست ما عندهاش القدره دي. فعشان خاطر برضه نبقى مربطينها من ناحيه الصحيه الطبيه الفسيولوجيه العضويه، لا طبعا الراجل اكتر بكتير من الست. غير ان هو ماسكولر وكائن عضلي اقوى طبعا، ويقدر يحارب ويناضل. ما قلتش الست مش هتقدر تدافع عن نفسها، هتدافع بس ليها حدود. فمين اللي هيقوم عليها؟ ده الراجل بقى اللي يقوم عليها. عشان كده يعني ده اصل شكل العلاقه، ان الرجال قوامون على النساء. اما جه بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقى مغيث ده متضرر وماشي يعيط في الطرقه، وماشي في طرقات المدينه يعيط ويبكي، ودقنه بقى بتتبلل بقى من كتر العياط، وينحب. فقال للعباس نصلح. فراح مفيش ابغض حلال، راح لبريره وقال لها الا تراجعي نفسك في مغيث فانه يحبك؟ قالت كلمه واحده: أهذا أمر من نبي فيه الطاعة أم غير ذلك؟ قال إنما أنا شافع يعني أنا جاي أشفع. قالت ليس لي فيه حاجة. بريرة قالت على مغيث إيه؟ ليس لي فيه حاجة. معنى كده إيه بقى ليس لي فيه حاجة؟ معناها كلمة واحدة، أنا مش لازمني. أعتقد إيه؟ مش لازمني خلاص. فكلمة مش لازمني يعني الست من حقها تقول لازمني ومش لازمني، بتقيم العلاقة هي ايه؟ الست قالت طلقني، فخلاص من حقها تقول لك طلقني انا مش عايز اكمل. طبعا هما بيقولوا الكلمة دي عمال على بطال خاصة في مصر. يعني الستات اللي هم نساء العرب يعني
متعودين بقى كل لما تتزنق تقول لك طلقني طلقني، مش عاجبك طلقني. انا تقدم لي طيار وبحار وبكار، وتقدم لي قبليك دكتور سنان، وقبليك مش عارف تقدم لي ايه، وتقعد تقول وظابط مش عارف امن دوله وامن وطني وامن سياحه، وظابط في مكافحه سرقه الطيار الكهربائي. ما تقدم لها كل دول وانت يا عيني على باب الله. انت بس عايزين نفصل حاجتين من بعض: العلم واحتوائك كشخص على علم معين ربنا وهبك فيه. عشان خاطر دايما احنا بحب الحته دي نرجعها لربنا، يعني دايما ما بحبش اقول صدفه، اقول قدر الله. علم يبقى العلم الذي وهبه الله، فاهم؟ هل انا وانا بتكلم ماليش مرجعيه؟ لا، انا ليا مرجعيه، ومش مرجعيه اللي هي الجمعيه. انا طول عمري مرجعيتي مش مرجعيه جماعيه، ما بشوفش الناس بتعمل ايه فبعمل زيهم، والا لو بفكر كده كنت بقيت زي كل الناس اللي بتذاكر من نفس الكتاب وخرجت من نفس المعلومه ومشيت في نفس السكه. بس كنت دايما اشوف اللي حواليا بيعملوا ايه، اشوف ده صح ولا غلط، هل البيوت النهارده في العالم العربي مستقيمه ولا لا. فتيجي تلاقي يقول لك لا اصل مش عارف في الغرب البنت من سن كذا بتقدر تتجوز والولد من سن كذا بيقدر يصاحب، فالحياه عندهم اسهل من عندنا. تلاقي رونالدو متجوز قبل ما يتجوز مخلف 4 عيال. ففي حاجات النهارده انت بتقف قدامها عطلان. فلو الانسان عاش حياته ومات من غير ما يفهم هو عايش بمرجعيه ايه، يبقى احنا كده في الضلال. انت فاهم قصدي؟ يعني احنا في الضلال. فاحنا لازم يكون لنا شويه مرجعيه. مين اقدم مرجعيه عندنا ومثبته؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ولنا فيه اسوه، صح؟ فتلاقي ربنا بيعاتبه في سوره التحريم، والسوره دي انا يعني بشجع الناس كلها تقراها، هي سوره صغيره صفحتين ما فيهاش يعني ابسط من كده. يعني بيقول له في اول السوره ايه؟ يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. انا مش هحكي في تفاصيل الحادثه نفسها، بس انا عايز اقول لك العتاب هو ربنا بيقول له انت حرمت على نفسك حاجات ربنا احلها لك، والكلام ده يعني موجه للنبي ومن سياتي بعده، يعني عشان عايز ترضي عنك زوجاتك. والله غفور رحيم يعني ايه؟ يعني ربنا مش يعني غفور ورحيم بيك وباللي انت يعني جيت فيه على نفسك. والايه اللي وراها قد فرض الله لكم مش عليكم تحلة ايمانكم والله عليم حكيم. فرض لكم تحلة ايمانكم يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي انت قاعد مع مراتك وهي عارفه ان انت متجوز واحده تانية او في يعني انت راجل هتتجوز واحده تانية او في واحده تانية في حياتك او ما شابه هذا الكلام. فهي قاعده معاك قالت لك ايه؟ بالله عليك مش انا احلى واحده انت شفتها في حياتك؟ ايوه طبعا. بص رد ازاي، بص رد بسرعه ازاي، عرفت انت الموضوع جه ازاي. فربنا بيقول لك لا، انت ما تقولش حاجه وانت ساعتها انت عايز ترضي اللي قدامك، فاهم؟ لا، فرض لكم تحلة ايمانكم في الحته دي بالذات. مثلا انت جيت قلت لها مش هتجوز عليكي تاني واحده تاني خالص، وجيت انت حبيت واحده وقررت تتجوز واحده، ها مش ده كان يمين انت المفروض تحله ولا انت ايه؟ هو انت خلاص انت اديت لها وعد، والوعد الحر دين عليه، على فكره دي حقيقه، بس انت من حقك لان انت ده مش في شرع، ده انت عملته من عندك وعد زي وعد بالفور كده، تطوعي كده، تطوعي عملته ارضاء لرغبه ليها عشان ما تسودش اليوم عليك وعلى ايامك. ما هو انت لو قلت لها لا مش انت احلى واحده، انت يومك النهارده اسود، صح ولا مش صح؟ ممكن تاخدها برضه باب بالرفق بالقوارير يعني. ما هو هنقف برضه هنا الوقفه اللي هو كلمه حق اريد بها باطل، دي الكلمه دي اللي هو قالها دي. لا يعني السيدة عائشة مش يعني السيدة عائشة جات للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو اكرم واحده من اقرباء السيده خديجه، وكان السيده خديجه توفاها الله. فقالت له اما زلت تذكر عجوز قريش قد ادى لك الله خيرا منها؟ فالنبي قام غضب، وهو ما بيغضب بيحمر وجهه او وداجه كده بتنفر. لا والله ما ابدلني خيرا منها، فقد صدقتني حين كذبوني واعطتني حين منعوني
وآوتني حين طردوني وقد وهبني الله منها الأولاد ولم يهبني من نساء الأرض غيرها. طب هو يعني كان ممكن ساعتها يعدي الموقف ويقول لها أو يبتسم ويسكت مثلا، لا. صح؟ بس هو ساعتها بقى إيه؟ هو اللي خلاه يتكلم الكلمة دي إن هو وفي بالحق. بالظبط. افهم قصدي. يعني انت دايما كنت المره اللي فاتت من البودكاست اللي فات سالتني انت ايه اللي خلاك مش عارف تعمل ايه وتحارب ايه، وطارق يقول لي انت راضي قلت لك حاجه واحده بس، ايه اللي رماك على كلمه حق بس، كلمه حق تقولها. ومعلش انا هقول لك كلمه بمنتهى البساطه، انا بين يوم وليله ربنا انعم عليا وسخر ليا كميه بشر انا كنتش متخيل ان هم يقعدوا يستنوني. كويس. لو انا في التوقيت ده وربنا اللي وهبني وهو اللي سخر ليا، صح؟ انا كنت مره بصلي وبقول ايه بلاش تتكلم في الموضوع ده، والله اقسم بالله حصل. وفي السجده قال لي هو مين اللي لم لك الناس؟ مين اللي خلاك تبصرك بالعلم اللي انت عندك؟ مين اللي خلاك ناس تشفع على ايديك وانت قليل الحيله ضعيف مطرود مرفوض مفصول مشطوب؟ صح. مين هو اللي عمل كده؟ ربنا. فانت يوم ما تخشى حد غير الاله يبقى انت فتنت. خلي بال حضرتك برضو، فتنه الناس في الارض مش مال وعيال بس، الفتنه اكبر من كده. يعني الفتنه اكبر من كده. وخلي بالك احنا بتجاربنا بنتعمل، وما تنساش ان التجارب دي ربنا اللي حاططها لك اصلا. يعني هي اختبارات. ما هي انا قصدي اقول ايه. بص، ربنا لو اراد ان يجعلنا امه واحده كان جعلنا امه واحده. امه واحده مش معناها امه يعني امه واحده على دين واحد، لا، هو امه واحده يعني وان تيرن. يعني نيجي مليار 8 مليار شبه بعض يعني. لا مش شبه بعض، 8 مليار ونخلص. اوكي. وامتحان مره، ما هو امتحان برضه بس مره. لا هو جعلنا اجيال متعاقبه. ليه؟ عشان هو عايز منك انت تفطن لحاجه معينه، تفطن انت لوحدك. يعني انت هو مش حاطط لك كتاب قدام عينك بيقول لك اقرا غصب عنك، لا، ده هو عايز يقول لك انت تفكر. انت دلوقتي عندك حاجه و40 سنه، كويس، قدامك عندك حاجه و60، وقدامك واحد حاجه و20، وقدامك واحد لسه مولود. حكمة ربنا في توالي الأعمار وتوالي الأجيال دي قدام عينيك لازم يخليك تفكر هو إيه التكرار ده، صح ولا مش صح؟ وطالما النهاية محتومة يبقى أكيد في حاجة لازم تأديها قبل النهاية دي ما تيجي، صح ولا مش صح؟ وموضوع اختبارات وابتلاءات الكلمة دي ممكن نقولها فض مجالس، لكن لازم تكون انت فاهم حاجة تانية. ربنا بيصنع من البشر أشكال وأصناف ورجال معينين. عشان كده يقول لك ايه؟ رجال عاهدوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا باشا لازم يكون في كل جيل من الاجيال دي رجاله جداد تشيل على مسؤوليتها وعاتق كتافها مسؤوليه تحقيق الحق واظهاره. فانا لما جالي وانا بصلي بقول ايه؟ ما تسكت. يعني انت لو سكت عن دي اكنك تغاضيت عنها. مش لازم تكون انت احجمت واديت لها ظهرك او جبنت عنها، لا، هو في حد ذاته ده جبن. خوفك من العواقب او تعمل حساب العاقبة اكتر من حساب الاله، ده في حد ذاته فتنة. ما هو انت خلي بالك الفتنة لو قلناها حب الكرسي او حب السلطة او حب التملك، حب الولد، فاهم؟ فده نوع من انواع الحب. في منهم حب فطري اللي انت مفطور عليه، هتحب ابوك وامك في الاول وبعد شويه هتبدا تنزلهم درجه وبعد كده تحب عيالك اكتر وبعد كده تحب زوجتك. انت فاهم قصدي؟ ده الحب الفطره. لكن في حب تاني لا، حب بيبقى مكتسب، اللي هو ايه بقى؟ لا انا وصلت الكرسي، وصلت المكانه، فلو انا قلت الكلام في المكانه اللي انا فيها دي ممكن تضر بيه، صح اللي انت قلته. انا عايز الست تتستت كمان، انا عايز الست تتستت تاخد مكانتها. خلي بالك انت ست طول ما انت عايش انت والست وحاطين في دماغكم ان انتوا شركاء حياه، انت اجبرتها على بعض الالتزامات هي مش عليها اصلا. يعني انا مش هرضاها لبنتي انه يجي يجوزها لها ويقول لها ايه هتنزلي تشتغلي دوام، لا مش هرضى. هي تقعد ست بيت، ست هانم، فاهم؟ ومش بطلب برضه انها تحقق لها فوق الطبيعي، لا، ولا فوق في مقدرته. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل ما فوق مقدرته الماديه، فنزلت فيهم آية وهم أمهات المؤمنين ولم يعصمنا من كيد النساء. لكن لا، كيد النساء هم مفطورين عليه. يعني الست كده صاحبة مكيدة ما فيهاش كلام. فهو قال ايه؟ قال ان كنا تردنا الحياة الدنيا فتعالينا امتعكن، يعني تاخدوا فلوس متاعكم، واسرحكن سراحا جميلا. يعني قصة بسيطة. لو الست طلبت منك فوق طاقتك قدامك حاجة من اتنين، يا تشتغل فوق طاقتك
يا هتروح تبص لحاجه غلط تعملها، تسرق بقى، تختلس، تبص للي في ايد غيرك. ما خلي بالك، ما هو ده نوع من انواع الفتنه برضو. ما هو انت الفتنه هتجيلك ازاي؟ انت انا ما معيش اللي يكفيها، فهتبدا هي تحسسك ان انت اقل من اللي هي متوقعاه، ان انت مش فاتح احلامها. يا باشا خلاص معلش انا اسف. ما هو هو سيدنا عمر بن الخطاب ما تقدم لكذا واحده ورفض، قال له لك لا مش عايزينه، ده بالرغم ان هو ده مين؟ ده عمر. اترفض ليه؟ قال لك لا ده فظ، انا عايزه واحد ياخد باله مني ومن رفاهيه مشاعري. خلاص كل واحده عندها طموح معين، بس انا مش مطالب ان انا احقق ليها التشيك ليست كلها، ولا انا غلطان؟ لا طبعا مش بس غلطان. دلوقتي الجواز سهل جدا، احنا اللي صعبناه في دخوله وصعبته في الخروج منه. انا كل اللي بقوله خليها اسهل. الراجل لو ما بقاش راجل الامانه راحت، ما بقاش يعرف يدافع عن بيته ولا عن كرامته ولا عن بلده ولا عن ارضه. اوعى تنسى دي، اوعى تنسى دي. الله، انتوا مش واخدين بالكم اللي بيحصل ازاي؟ الخراب بيحصل ازاي؟ الخراب نفسي واجتماعي وصحي وعلمي. هي ليه عنده الحمايه والعزه والمنعه والود، بيتجوزها يتمتع بيها وتتمتع بيه، يحميها ويصرف عليها ويكسيها وهي في عصمته وقائم عليها. قائم عليها يعني قائم على اعمالها، مش قائم عليها بيضربها، يعني قائم عليها يعني هي ملكه. فهو قائم عليها وقائم على احتياجاتها وقائم على اعمالها. فدي القوامه، لكن مش القوامه اللي هي انا راجل وانت ست. لا، مش هي القصه كده. انت راجل فبتحميها، يعني انت لو حد قرب منها انت الاسد بتاعها. انت ايه؟ الاسد بتاعها.